لنستمع إلى هذا المقطع. هل الصحيح هو حديث كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي؟ والله الذي تميل إليه النفس أن الحديثين ضعيفان. يقول الذي تميل إليه النفس. عجيب. طيب أصبح قبول الحديث من عدمه ما تميل إليه النفس. لا مشكلة، لنقارن بين هذه النفس وما أخرجه مسلم في صحيحه. ولكن سؤال، صحيح مسلم كله صحيح؟ نعم، كل ما في البخاري صحيح، كل ما في مسلم صحيح. جميل، لنكمل. وحديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم كذلك، وفيه فأمر بكتاب الله وذكر به وحث عليه، ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي. لننظر إلى الحديث مفصلا الذي في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. إذن هنا النبي يوصيهم بوصية، فهذه اللحظات الأخيرة من حياته هنالك كلام هام. نكمل فيقول: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. إذن أهل البيت من الثقلين، فليست المسألة مسألة مجرد تذكير بأهل البيت فقط. هنا النبي في مقام بيان الثقلين الذي ذكر هذه الكلمة في بداية الخطبة، فقد ذكر الأول وهو كتاب الله، والثاني أهل البيت. ثم يقول: أذكركم الله في أهل بيتي، وكررها ثلاثة. هذا في صحيح مسلم. فماذا تقول؟ والله الذي تميل إليه النفس أن الحديثين ضعيفان. لا مشكلة، ما تميل إليه النفس. لنقارن بين هذه النفس وما يقوله الشيخ المحدث المحقق شعيب الأرناؤوط الألباني. ولكن قبل هذا سألت سؤالا في المقطع السابق، أرجو منكم أن تراجعوا. قلت فيه: فإذا كان لفظ من كنت وليه فعلي وليه لا يدل على أن عليا هو ولي عهد رسول الله وهو ولي أمر المسلمين، إذا كان النبي لم يوضح كل هذا بعد، فاقترح واكتب في التعليقات ما الذي كان ينبغي على النبي أن يقول بدل ذلك. فأتت بعض الإجابات أنه كان على النبي أن يقول خليفتي علي أو خليفتي أهل بيتي. أبشر، بالرغم ما وضحه النبي وقال من كنت وليه فعلي وليه، أي هو الولي عليكم، استخدم لفظ الولي بأدق العبارات. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واجبة مطلقة. بالرغم من كل هذا التوضيح إلا أن النبي استخدم لفظ الخليفة. الشيخ المحدث المحقق شعيب الأرناؤوط الألباني ينقل هذا الحديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول: إني تارك فيكم خليفتين. إذن رسول الله ترك في المسلمين خليفة، استخدم لفظ الخليفة. نكمل: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي. يقول الأرناؤوط الألباني: حديث صحيح بشواهده. طيب، من هم أهل البيت؟ أخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن علي من أهل بيت رسول الله الذين وصفهم رسول الله بالخليفة، أي استخلفهم. نكمل الحديث. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك على خير. يقول الترمذي عن الحديث: حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بين من هو الخليفة، وبأوضح العبارات وبأجل الكلمات استخدم لفظ الخليفة، وضح وفسر وشرح وبين وألقى الحجة. وكما قالت الصديقة فاطمة عليها السلام وهي متعجبة: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذرا؟